والله شلون بدي أقول لك، يعني جعل يسوون هم شغلهم، وبالعكس إحنا معاهم يمن يسوون الحملة، لأنه العالم ما يعني خلايا نايمة وغيرها مش همها مرة ثانية إنه يتجرؤون يقتلون عساكر أو غيرهم. إيش ذانه يمن ينقتل حدا ما له ذنب، يعني حرام من الله. يعني اليوم شو بدي أقول، العساكر تشتلوا ذيك مرة ما لهم ذنب، يعني تشتلوا مو بحملة، تشتلوا يعني شو بدي أقول، جوهم يعني قدره، جو وطلبوا منه يعني بكل احترام وفاتوا فتشوا. اي بالعكس الاهالي اللي تساعدت مع الغوات من صالح الكل، يعني يحطون ايديهم بيدين بعض. اي داعش يشكل خطر على الاهالي وعلى العساكر والكل. يعني كانت ايام الدواعش يوم كانت بالغرية، يعني كانت متوترين عايشين على اعصابنا، يعني ما نعرف باي لحظة يعني شو بدي اقول، يعني شكلوا هجوم جود على اهل القرية وجود يقتلون منهم، ما تعرفين لا تستبعدين يعني. اما ما صدقنا على الله يوم جو الكراد وحرروا يعني الغراية، حسينا بالامان، ويعني نحس تو الحياة صارت يعني زينة. اول يعني ما الحياة ما لها طعمة، يعني اليوم لا توقفين بكلمة تمشين بكيفك، اما يوم على دور الدواعش بدك تظلي منقبة مع الزلمة ما تقفين، يعني ما خطر على إذا شافها مع زلمة واقفة مو حارم عليها، يا يجيبون حسبة تقتلها يا ياخذون الحارمين عليها يحبسونهم. هسه بالعكس يعني حرية. شو بدي أقول لك، يعني ما حد يعني مسؤولين إنه شو بدي أقول لك، كل من مسؤول عن حاله. إيش ذانا؟ إيه خايف إنه يعني ترجع الأيام الدواعش، لأنه ما نقدر نمشي مثل هنا وهناك إذا مو منقبين أو معانا حارم، يعني ما عايشين على أكتامنا، مكتومين على أنفاسنا. يوم كونه أنتوا جيتوا بالعكس يعني حسينا بالأمان. يوم تبلش حملة بالعكس يسوون شغلهم، شابد يمشطون إذا بي خلايا نايمة ولا أي شيء. الشعور اللي نحس به مو حي الله إنه حدا يعني نقدر نحس الشعور هذا لما يكون الرفاق موجودين، إحنا نحس بالأمان. بالعكس يعني واحد يعني شو بدي أقول لك، يعني يحس بالأمان أكثر وأكثر. إمتى؟ لما تشوفين الرفيقات. بالعكس إنه خوات الرجال يمن يسوون جذانه، ها صحيح شغل الزلم بالذات إنه يعني أثبت للعالم إنه زادهن يعني قد المسؤولية. اسمي منى محمد أخصية. من وين؟ أنا أساسي من تلة شاير، مجوزة هنا بالحداج، كلها متطوعة مع الكرة بالنسبة للمنطقة هاي. تفتيش عادي شيء طبيعي هذا بده يصير. إيه عادي إنهم قاعد ياخذون تدبيرات، بس ما أبي بالنسبة لشغلة إنه داعش وما داعش وخلايا ما أبي. تقولين إنه يفتشون وعادي